حكيم زياش يسجل هدف ولا اروع. زعما حكيم زياش هذا البلان اللي دار خلاه انه ولا عزيز على المغاربه اكثر واكثر. نصف المغاربه عارفين والنص ما عارفينش. دونك الا بغيتي تعرف شنو دار حكيم زياش كمل الفيديو حتى الاخر. حكيم زياش يسجل هدف رائع، حكيم زياش يسجل هدف خيالي على واحد الممثله او لا مغنيه ما عرفتش، ولكن المهم اللي مأكد ان المغاربه كلهم كيعرفوها و90% ديال المغاربه ما كيحملوهاش بتاتا. شكون هاد الممثله وشنو دار مع حكيم زياش وشنو قالت هي؟ تبع الفيديو حتى الاخر، لايك الفيديو اجي تفهم القصه كامله. الممثله او المغنيه فاطي جمالي اغلب المغاربه ما كيحملوهاش. علاش؟ لان بالنسبه لهم انها متكبره متعجرفه انانيه. ربما يقدر يكونوا غالطين، ربما هي مسكينه ظريفه، ولكن شخصيتها في الافلام او في الادوار اللي لعبتها في الكاميرا الخفيه خليوها تبان انها متعجرفه، ولكن في النهايه فالمغاربه 90% ديالهم كيعتبروها متعجرفه وما كيحملوهاش. ولكن ماشي هذا هو الموضوع ديال الفيديو ديالنا. هاد الخطنا غيوقع على واحد البلان مع اللاعب المشهور ديالنا حكيم زياش اللي كيدوز من احسن الفترات ربما في حياته، او ثاني احسن فتره من بعد الفتره اللي كان فيها مع فريق باريس او مع فريق اياكس امستردام الهولندي. حكيم زياش من بعد ما سجل اهداف كثيره خصوصا مع فريق ديالو غالاتا سراي التركي، على حسب ما قالت فاطي جمالي انه غادي يكون دايز في شي كافي او في شي ريستو، يعني في شي مطعم، وغادي تشوفوه هي فاطي وغتحاول تسلم عليه. كانت هي والصديقات ديالها وغيحاولوا ربما يسلموا عليه او يتواصلوا معاه، الا وان حكيم زياش غادي يقمعهم وما غاديش يبغي يهضر معاهم كاع وما غيعطيهمش قيمه. والاكثر من ذلك حسب ما قالت هي بانها فاش قالت ليه علاش ما غاديش تدوي معايا قال لها تبا لك، ولكن قالها لها باللغه الانجليزيه. انتم عارفين اش كتعني تبا لك باللغه الانجليزيه؟ سمعوا اش قالت فاطي جمالي ونكملوا. تلاقيت مع اكبر متكبر لقيته في حياتي. معايا صحاباتي ماشي مغربيات و il était à côté donc قلت ليه يلا، قلت ليه هاي، قلت ليه خنزر فريمون سيد غير نورمال. جا عند واحد المغربي قمعو داخله لوتيل، شفت في الباب قلت ليه راه اتس نوت نايس. دابا شنو بان لكم نتوما؟ واش فريمون كيبان لكم بان حكيم زياش فريمون هاد التصرف اللي دار تصرف مزيان؟ لان اغلب المغاربه ولاو كيسميوه بلاصه ما انهم يسميوه الساحر زياش ولاو كيسميوه القامع زياش، لانه فريمون قمعها. وبزاف الناس كيقولوا بانهم برد لهم الغدايد فيها لانهم ما كيحملوهاش، وكيقولوا بانه دار بلان ودار تصرف بحال البنج، لان حتى البنج في الكاميرا كارشي كان واجهها. دونك نتوما شنو كيبان لكم؟ واش نتوما مع التصرف اللي دار حكيم زياش ومع القمعه اللي قمع هاد ختنا هادي، اولا كيبان لكم بان حكيم زياش بهذا التصرف راه ما هواش او كذا؟ انا شخصيا مع حكيم زياش، وبالنسبه لي التصرف اللي دار تصرف ناضي. لو كنت مشهور وكنت في بلاصتو غالبا كنت غندير نفس التصرف مع هاد السيده هذه، لانني شخصيا حتى انا ما كرتاحش لا من خلال الادوار ومن خلال التصرفات ديالها وشخصيتها، حتى انا كتجيني جد متكبره. وكنظن ان الاغلبيه فيكم غيكونوا متفقين معايا في هذا البلان هذا. دونك حنا كاملين مع حكيم زياش، كندعموا حكيم زياش، كل سيبورت لحكيم زياش. برافو خويا زياش، برافو خويا الساحر الممتع والقامع اللي كيقمع حكيم زياش. كاين اخويا والله فيفا فيفا فيفا.